عمرك فكرتي إن خربشة قطة صغيرة ممكن تبقى أخطر مما تتخيلي؟ حتى لو القطة بتاعتك في البيت الموضوع مش بسيط زي ما الناس فاكرة. خربشة القطط ممكن تنقل بكتيريا اسمها مرض خدش القطط، وده ممكن يعمل تورم في الغدد الليمفاوية أو سخونية أو تعب شديد، وفي بعض الحالات النادرة ممكن يأثر على العين أو المخ. طيب ممكن تقولي دي قطة نضيفة في البيت هتأذيني ازاي؟ المشكلة إن البكتيريا ممكن تكون على ضوافرها حتى لو مش باينة. طيب نعمل إيه لو اتخربشنا؟ أول حاجة اغسلي الجرح فورا بمية وصابون كويس جدا، وبعدها مطهر زي الكحول أو البتادين. لكن هنا أهم نقطة، إنك لازم فورا تراجعي الدكتور. طيب وعضة الكلب بقى، هنا الخطر أكبر بكتير، لأن ممكن تنتقل مرض خطير جدا اسمه داء الكلب، وده مرض ممكن يكون قاتل لو ما تعالجش بسرعة. طيب لو حد اتعض من كلب عندنا نعمل ايه؟ اغسلي الجرح فورا لمدة من 10 ل 15 دقيقة بمية جارية وصابون، وبعدها لازم تروحي المستشفى فورا من غير تأخير. الدكتور ممكن يدي تطعيم ضد داء الكلب، وكمان مضاد حيوي حسب الحالة. واوعي تقولي الكلب شكله نضيف أو متطعم، لأن الأمان هنا لازم يكون 100%. الخلاصة، خربشة القطة مش حاجة بسيطة، وعدت الكلب حالة طوارئ. ولو حصل أي حاجة استشارة الطبيب مش اختيار، دي ضرورة. ولو عندك أطفال أو بتربي حيوانات في البيت لازم الفيديو ده يوصل لكل الناس. اعملي لايك وشير عشان تحمي غيرك، وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد.